مساء الخير. الحلقتين اللي قبل كده احنا اتكلمنا فيها ازاي تبتدي شغل اونلاين باقل راس مال، وازاي انك تشترك في المواقع اللي هي خاصه بالبيع اونلاين، وازاي كمان انك انت تباكج المنتج. طبعا احنا كل الكلام ده قلنا ايه نظري. احنا هنبتدي النهارده هنتكلم شيء ما من العمل، لكن مش كل شيء. احنا هنتكلم ازاي انك اساسا تنزل عدد، انزل عتبة وانزل نزهة وانزل كل حتة فيها تجارة انت من خلالها تشتغل اونلاين، وتبتدي اول خطوات عمل بيزنس في البلد. هتقول لي يا عم انا مش تاجر ومش فاهم اشتغل في ايه وابيع في ايه واعمل ايه. احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ايه؟ قلنا انك انت تعمل بحث تسويقي صغير جدا وبعد كده تشتغل. احنا النهارده ممكن نتكلم حاجة تانية خالص غير رفايع بتاعت المنزل. ممكن نتكلم عن مستلزمات الموبايل. مين فينا ما بيستعملش موبايل كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية؟ طيب تخيل بقى لو انت اشتغلت في الجرابات بتاع الموبايل وبعتها اونلاين، سواء عملت لنفسك صفحة على الفيس او سواء بعتها عن طريق المواقع اللي احنا قلنا عليها امازون او جوميا او نون. لو انت عملت لنفسك صفحة على الفيس انت وفرت على نفسك نص المسافة، بس لها مشكلة ولها عيب كبير. انت محتاج يبقى عندك بادجت بره البيزنس خاصة بالماركتينج. يعني ايه؟ يعني انت يا بيه مش هتحط الصورة هيجي لك شغل؟ لا طبعا. لا طبعا. الموضوع محتاج شوية منك توسع البادجت شوية شوية. يعني تحط لها بادجت لوحدها في كل شهر 10,000 جنيه. هتقول يا عم لا انا مش هقدر، ما ينفعش ينفع ب 2000 جنيه يا باشا، بس مش هيجي لك المبيعات اللي انت متخيلها، او حتى تعمل كفر ال 2000 جنيه انت دفعتها في الماركتنج. اذا ايه؟ اذا لو انت عايز حاطط بادجت اكبر شويه باللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي هي يعني من 4 5000 لغايه 10,000، لا انت معاك اكتر، خلاص يا باشا اعمل نفسك صفحه على الفيس وحط الصور المنتجات اللي انت عايز تبيعها اونلاين، وابتدي توكل على الله. ده الكلام ده على اساس ايه؟ انت معكش راس مال اكبر. طب افرض معاك راس مال اكبر، انت كده تقدر تشتغل اونلاين وتبيع وتعمل صفحه على الفيس وتشتري كمان. يعني ايه تشتري؟ يعني ما يكونش عندك فكره بس عن الشغل، لا انت تقدر تنزل وتشتري شويه منتجات ويكون عندك مخزون. هتقول طب افرض انا معيش فلوس افتح القصه دي كايجار وافتح محل اذا نرجع للقصه اللي احنا كنا بنتكلم عنها ايه قبل كده، اللي هي ايه؟ كله اونلاين. ما ينفعش يكون عندك راس مال صغير وعايز يعني يكون عندك امكانيه يكون عندك مخزون كبير ومحل والكلام ده. لا انت في البيت هتقدر يكون عندك مخزون صغير، كرتونه فيها شويه منتجات بتبيعها شويه 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 شويه، بتكسب فيها مبلغ بسيط جدا. بيبتدي الموضوع بيكبر معاك لغايه اما توسع بقى. طيب ايه الكفرات الموبايل دي بتكسب حلو جدا، بلس الشواحن، بلس وصلات اليو اس بي. اي حاجه خاصه بالموبايل بتكسب جدا. ونصيحه شخصيه، نصيحه، انك لازم تنزل وتشتري كميه. بالذات ليه؟ بالذات لان هي اصلا مش غاليه. الكفرات الموبايل والسكرينات دي مش غاليه خالص. انت تقدر تشتري قطع كتير وتحطها في البيت وتعمل لها ريسيل او اعاده بيع ليها في امازون. انت لو عملت كده يبقى انت يعني هتكسب فلوس حلوه جدا. هل فيها مرتجعات؟ فيها مرتجعات، لكن الفكره نفسها حلوه، واي شاب يقدر يعمل الكلام ده براس مال صغير جدا. وعلى فكره الكلام ده تقدر تعمله في اسرع وقت. يعني انت ممكن بعد ما تخلص الفيديو ده تنزل العتبه يا بيه وتروح تشوف الاسعار، وانت بنفسك هتعرف تقول للتاجر يا باشا انا مش هاخد منك قطعه ولا اتنين، هاخد منك كميه حلوه. وده حاجه خاصه بالموبايل. هتقول لي فين في العتبه يا بيه عشان اشتري الكلام ده؟ بص يا بيه، فين ده؟ في ميدان العتبه. اقف كده في ميدان العتبه قول يا جماعه فين سوق الموبايلات. هتلاقي شارع مليان، هتلاقي كذا تجار. انا مش عايز اقول لك اسم تاجر معين ولا اسم محل معين، لان ممكن تقول ان انا بسوق له، بس انت لما تنزل بنفسك هتعرف ان السوق كبير والزحمه اكتر، وتقدر تكسب فلوس حلوه جدا. ان شاء الله بالتوفيق. وهقول لكم على حاجه تانية غير الموبايل كمان، عشان انا ممكن اكون يعني ممكن انساها. الساعات، اشتغل في الساعات. الساعات يا جماعه من اكتر الحاجات اللي بتكسب فلوس،
ومطلوبه جدا. مين فينا ما بيحبش الرجال؟ انا شخصيا يعني بحب الساعات، بحب الساعات جدا. مش لازم تتخيلها ان هي هتبقى بتكسب فلوس، لكن هتجيب لك شغل حلو جدا. لان اللي بيشتغل في الساعات هيخليه غصب عنه يشتغل في حاجات كتير، وهيعرف حاجات كتير جدا. انت لو نزلت العتبة هتعرف قد ايه العتبة ده كنز. اوعى تتخيل ان البيزنس في العتبة ده حاجة بسيطة خالص. انت عايز تبقى تاجر شاطر، انزل العتبة ولف الدنيا فيها، هتلاقي انك تقدر تشتغل في حاجات كتير جدا واونلاين وبيكسب فلوس، وتقدر تقف على رجلك في وسط موجة الغلاء الشديدة جدا اللي احنا كلنا بنشتكي منها. مين فينا ما بيشتكيش؟ كلنا بنشتكي. اذا الشغل اونلاين ده هو الحل المؤقت. ده الكلام ده على اساس ايه؟ انك انت تشتغل شغلانه زائد الاونلاين. طب تخيل لو انت متفرغ لقصه الاونلاين دي، لا ده الموضوع هيكبر معاك جدا، وهتقدر توسع الستوك بتاعك ويبقى تاجر محترم جدا مع الوقت. بس مش في البدايه. في البدايه ما اوعدكش خالص انك انت هتبقى شاطر. في البدايه هتجيلك حالات اكتئاب، وممكن تبقى قرفان وزهقان، كل ده في البدايه. بعد كده هتقف على رجلك وهتبقى شاطر، وممكن اساسا ما يجيلكش ولا اكتئاب ولا بتاع. لان دي تجارب بعض التجار اللي هم اشتغلوا اونلاين. لكن انت ممكن تشتغل من غير اي مشكله خالص. وعايز اقول لكم حاجه واحده بس: مفيش شغل متعب، وفي ومفيش شغل مش متعب. في شغل انت عرفت فيه خبره، وفي شغل انت ما لحقتش تاخد فيه خبره. اذا كده كده الشغل ايه؟ متعب. بس المتعه ان انت تتعب، مش المتعه ان انت ما تتعبش. لا، في ناس فاهمه خالص، فاهمه القصه غلط. التعب في حد ذاته ده متعه. ده ربنا اداك الحق اساسا انك تتعب. تخيل لو انت اساسا ما عندكش الحق. دي ده عذاب من ربنا. انا بيقول لك اساسا مش هتشتغل اساسا ومش هتتعب. خلي لو انت بتشتغل وبتتعب، ده عايز اقول لك ده مكسب من ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله بالتوفيق. وعايز اقول لكم ان انا ان شاء الله ناوي اقول لكم في الحلقه الجايه مفاجاه جامده جدا. ممكن دلوقتي ما اقول لكم حاجه، تفصيله صغيره. انت تقدر تشتغل اونلاين وتصدر كمان من خلال المواقع الخاصه بجوميا وامازون. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله طيبين. مع السلامه.